ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا باللغة العربية. مشاهدي الأكارم، في هذه الحلقة سنتناول عن كيفية استقبال شعبنا الإريتري لحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا إنه جواد كريم. في هذه الحلقة سنتناول مدى استقبال شعبنا الإريتري المسلم لهذا الشهر الكريم، كيفية استقبالهم له، العادات والتقاليد، ومدى تأثير هذا الشهر الكريم على شعبنا الإريتري من حيث إصلاح ذات البين ووحدة الكلمة وجمع الصف، وكذلك في تعاملهم مع غير المسلمين في بلادنا إريتريا. في هذه الحلقة أستضيف فضيلة الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي، ولكن هذه المرة من خارج الاستديو وليس من داخل الاستديو، فأهلا وسهلا بفضيلته. كما يشرفني أن ألتقي مشاهدي الأكارم مشاركاتكم واقتراحاتكم وأيضا توصياتكم على وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، وكذلك على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة 0447977838417. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذه الحلقة دكتور حسن سلمان، نجدد ترحيب بكم، ونود أن تتحفونا بمقدمة شرعية عن فضل هذا الشهر العظيم، وعن أصل وجوب الصيام، وكذلك لمحة بسيطة عن أيضا وجوبه على الأمم السالفة والحكمة من فرضية صوم رمضان المبارك. فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. التحية لك أخي الشيخ الفاضل الشيخ برهان، ولمشاهديك الكرام في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا هذا الشهر، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. وبلا شك فإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن يعني جعل الله عز وجل لعباده مواسم يتعرضون فيها لنفحاته سبحانه وتعالى، نفحات الخير والبركة والأجر. وإذا وقفنا على أركان الإسلام الخمس، نلاحظ بأن هذه الأركان الأربعة تحديدا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نلاحظ بأن منها ما هو يتعلق بالأبدان المحضة، ومنها ما يتعلق بالأموال المحضة، ومنها ما هو مشترك بين هذا وذاك. فمثلا الصلاة والصيام هي مما يتعلق بالأبدان، يتعلق بالتكاليف بدنية، والزكاة تتعلق بتكاليف مالية، والحج مشترك بين الجانب المالي والجانب
البدني. وبالتالي يعني أن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده في جوانبهم البدنية وجوانبهم كذلك المالية فرائض، فإن أدوها على الوجه المطلوب فإن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى سعادتهم في الدارين، سعادة في الدار الدنيوية هذه بالحياة الطيبة، وكذلك سعادة أخروية أبدية متعلقة بدخول الجنة وتحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لفريضة الصيام شرعت بكتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أصل مشروعية الصيام. ثم بعد ذلك يعني هنالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على 5 ومنها وصوم رمضان، وكذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك تعزز فرضية الصيام بإجماع الأمة، حيث الأمة مجمعة إجماعا تاما على أن الصيام فريضة من فرائض الإسلام. وعندما نقول بأن الإسلام فريضة من فرائض الإسلام فإن ذلك يعني بأن من يجحد هذه الفريضة ولا يعدها مما أمر الله به ومما أوجبه فإنه يكون بذلك كافرا بالله سبحانه وتعالى، بخلاف طبعا من يقر بوجوبها ويقر بفرضيتها ولكنه لا يصوم، هذه قضية أخرى. فالشاهد بأن الصيام فريضة من فرائض الإسلام، فرضت بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والآية فيها دليل، أولا هو تكليف إيماني بمعنى يا أيها الذين آمنوا، فهو من التكاليف الإيمانية. الأمر الثاني أيضا يؤكد القرآن الكريم بأن موضوع الصيام هو مفروض كذلك على الأمم السابقة، بغض النظر عن نوعية وتفاصيل الصيام. يعني قد يكون لكل أمة وضعيتها الخاصة، لكن أصل الصيام وهو الامتناع والإمساك عن الأكل والشرب والجماع من لحظة طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه بشكل عام مفروضة على الأمة هذه. ثم بعد ذلك الآية نفسها بيّنت كذلك المراد من هذا الصيام، يعني لماذا فرض الله علينا الصيام ولماذا كتبه علينا، تبين أن الغاية والمقصود الأسمى من ذلك هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وتحقيق مراقبة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه على كل مسألة فرضية الصيام ووجوبه وأنه مفروض بكتاب الله ومؤكد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد تأكيدا بإجماع الأمة عبر تاريخها، فليس هنالك في المسلمين من لا يعتقد بفرضية الصيام. أما فضل الصيام فإن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام خاص به سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. والسبب في ذلك أن الصيام يندرج في أبواب الصبر، كما أن الصلاة تندرج في أبواب الذكر. والصبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبما أن الصيام من أبواب الصبر فإن الأجر فيه مضاعف، يعني نحن ندرك بأن الأجور المضاعفة 10 إلى 100 إلى 700 ضعف، ولكن بالنسبة للصيام لم يحده الله سبحانه وتعالى بحد، وإنما ادخر الله عز وجل الأجر في موضوع الصيام به سبحانه وتعالى. ولك أن تتصور بأن الله عز وجل يقول لك والله في الأعمال كلها أصل بالناس إلى 700 ضعف، ولكن الصوم هذا موضوعه عندي وهو أمر خفي أنا الذي أجزي به. فلا شك أن ذلك من أعظم ما يمكن أن يدخر عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة تحديدا جعلت حتى بعض أهل العلم يفضل الصيام على الصلاة، وهذه طبعا شوية غريبة ولكن ما أرجحها، لكن يكفي أن العلماء عندما ناقشوا أيهما أفضل الصلاة أم الصيام بعضهم حاول أن يفضل الصيام، ولكن الأرجح أن الصلاة بطبيعة الحال هي أفضل من الصيام. لكن يكفي أن بعض العلماء لأهمية الصيام وفضل الصيام وأجر الصيام وما جاء فيه من ثواب جعل البعض يميل إلى أن الصيام ربما قدم على الصلاة. هذا باختصار فيما يتعلق بالصيام وفرضية الصيام وفضل الصيام. وبلا شك أن هذا الشهر العظيم يعني من فضله أنه فيه ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر، وهو فيه كذلك تصفد الشياطين، وفيه تفتح أبواب الجنة، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه بطبيعة الحال الأجور المضاعفة. فعلى كل فضل هذا الشهر العظيم فضل كبير جدا،
ويحتاج أن المسلم عندما يقدم على هذا الشهر المبارك عليه أن يستحضر كل هذه المسألة، فهو شهر القرآن، وهو شهر العبادة، وهو شهر الصلة، وهو شهر التسامح، وهو شهر القيام، قيام الليل، وهو كذلك شهر القرآن الكريم. فقد كان أهل العلم إذا أقبلوا على رمضان أوقفوا كل شيء، حتى دراسة الحديث النبوي يوقفونها ليعتكفوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل هذه يعني مقدمة مختصرة فيما يتعلق بهذا الشهر الفضيل المبارك، ونسأل الله أن يتقبلنا فيه. بارك الله فيكم شيخ حسن على هذا البيان الجميل. الحديث عن استقبال رمضان بالتسامح والتكافل وإصلاح ذات البين بين أفراد المجتمع الإريتري، كيف ترى أثر هذا الشهر الكريم على شعبنا الإريتري من حيث جمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح ذات البين وتآلف القلوب؟ أليست هي فرصة؟ ما جوابكم على ذلك؟ بارك الله فيك. هو طبعا موضوع الإصلاح ذات البين بغض النظر في رمضان وفي غير رمضان فهو من الأصول العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يؤجر بها الإنسان ويرتقي بها عند الدرجات العلى. ونحن ندرك ذلك الرجل الذي جاء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التفت إلى أصحابه فضحك، فقالوا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت أو أريت رجلين، رجل وقف برجل قد اختصم عند الله سبحانه وتعالى، فقال يا ربي خذ لي من هذا حقي وخذ لي مظلمتي. فقال الله سبحانه وتعالى له انظر عن يمينك، فرأى جنة عظيمة وكبيرة، فالتفت مرة أخرى قال يا ربي اقتص لي ممن ظلمني، وواضح أن الرجل كان ما شاء الله مظلمته كبيرة. قال انظر إلى يسارك فإن هذه جنة أوسع من أختها، أيضا لم يلتفت. قال انظر إلى أمامك فرأى جنة عظيمة لم تخطر بباله. قال يا ربي لمن هذه؟ قال هذه لمن يدفع ثمنها. قال وما ثمنها يا رب؟ قال إن عفوت عن هذا فهو ثمنها. فمسألة العفو والتسامح والتسامي عن الجراحات ومحاولة التماس كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الأمور العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من الخيرية. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجعل الله سبحانه وتعالى مسألة الفساد فساد ذات البين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ويكفي والعياذ بالله يعني جرما وإثما أن من يتخاصم لا يرفع عمله. إذا كانت الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس، فإن المتخاصم والعياذ بالله إذا كانت خصومته خصوصا خصومات دنيوية وليست لأمر من أمور الدين أو غيرة على الدين أو هجرا مشروعا، فإن ذلك مما يعطل رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عموما هذه من المسائل المهمة جدا نلفت إليها الأنظار، وعلى المسلمين أن يغتنموا هذه الفرص، فرص رمضان، فرص المناسبات كالأعياد وغيرها، حتى يتحللوا من هذه الأمور. فمثلا إذا كان هنالك شخص ظلم شخص، فعليه في مثل هذه المناسبة أن يذهب إليه ويستسمحه ويطلب العفو منه، وإن كان أخذ ماله عليه يرده له. على كل موضوع التسامح أنا في تقديري من القضايا المهمة جدا في هذا الشهر المبارك، إذا أردنا أن ترفع أعمالنا عند الله سبحانه وتعالى وأن تكون هذه الأعمال مقبولة عند الله عز وجل. وبالتالي ننبه إن شاء الله إلى هذا الجانب. بالنسبة لشعبنا حقيقة من خلال معرفتنا بواقع الشعب الإريتري، الكثير من الناس وخاصة العوام البسطاء اللي حقيقة قلوبهم أقرب إلى الفطرة، نلاحظ بأنهم في مثل هذا الشهر يغتنمون فرصة التسامح والعفو، وتجدهم دائما العفو والعافية هذه كثيرة عندهم في الأيام الأخيرة من رمضان من شعبان، حتى يقدموا على شهر رمضان وقد تسامحوا وقد تعافوا. وخاصة هنا أنبه إلى أن أعظم ما يطلب شرعا في التواصل والتسامح هو بالنسبة لذوي الأرحام. يعني إذا كان عموم الخصومات ممنوعة، فإن قطع الرحم من أعظم الآثام والذنوب، نسأل الله العافية، واقترن بالإفساد في الأرض. قل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فإن مسألة تقطيع الأرحام من أعظم الذنوب ومما يندرج ويكون مع الإفساد في الأرض.
وعموما كما ذكرت أنا بالنسبة للشعب الإريتري هذه يعني نلاحظ كثير منهم عموما يقبل على مسألة التصافي والتسامح والعفو، وهي كما تفضلت فرصة حقيقة لأن الإنسان يتقرب بهذا الأمر العظيم إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا موضوع العفو لأنه يندرج في باب الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أن أهل الأخلاق دائما ما يكونون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأثقل شيء في الميزان هو الخلق وحسن الخلق، ومن أفضل أنواع حسن الخلق العفو والتسامح وإلى غير ذلك. طيب دكتور حسن، كيف تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. كيف تقرأ هذا الحديث في باب عدم الخصام والنزاع، في باب أن الخلاف والنزاع قد يذهب الخير؟ يعني لولا تخاصم هذين الرجلين علمنا متى تكون ليلة القدر ولاجتهدنا فيها أكثر، أليس كذلك؟ نعم حقيقة تصور أنت سبحان الله، هذه طبعا فيها دلالة إلى خطورة التخاصم من جهة، وإلى أن ليست ليلة القدر فقط التي يعني يمكن أن يحرم منها الإنسان، يعني كأنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنالك من عوامل الخير التي يمكن أن تنزل على المسلمين فيحرم المسلمون بسبب الخصومات وبسبب العداوات وبسبب الشحناء والبغضاء التي بينهم، يحرمون ما ينزل من بركات السماء. يعني هذه أنا في تقديري أعظم بكثير فعلا مما يمكن أن نتصوره. ففعلا إذا كان رجلين تخاصما فحجب الله سبحانه وتعالى بخصومتهما هذا الأمر، فكم من بركات السماء يمكن أن تحرم أو يمكن أن تحجب عن المسلمين لخصوماتهم ولعداوتهم ولما يحصل بينهم والعياذ بالله من مشكلات. فجزاك الله خير، هذه مسألة فعلا مهمة جدا الإشارة إليها والتنبيه عليها، بارك الله فيك. طيب دكتور حسن، الآن سندخل في عاداتنا وتقاليدنا في شهر رمضان المبارك، من اهتمام الأمهات بتجهيز ما يتعلق بالإفطار والسحور، وكذلك اهتمام الرجال في شراء المقاضي والاستعداد أيضا الروحي. حول هذه التقاليد لو تحدثنا شيخ حسن حديثا ماتعا من لدنك. بارك الله فيك. عموما هو موضوع شهر رمضان قد تكون لكل شعب من الشعوب خصوصية من الخصوصيات التي يعني ليست عند غيره، ولكن بشكل عام أتصور بأن هنالك تشابه ما بين المسلمين في عموم الأرض في قضية الاستقبال لرمضان، بغض النظر طبعا عن صحة وصوابية ما يفعل، لكن الواقع من حيث هو، أنا أتكلم الآن، واقع من حيث هو أن شهر رمضان الاستعداد له لا يتم مع شهر رمضان بطبيعة الحال. يعني تلاحظ أنت في رجب وشعبان الناس تجدها ما شاء الله يعني شغالة في الاستعدادات، وخصوصا النساء في موضوع ما يعرف بالأبري وما يعرف بالحلومر وما يعرف يعني التجهيزات عموما في هذا الاتجاه. أعتقد من الأشياء اللي تسبق شهر رمضان، بحيث يدخل شهر رمضان وقد حصلوا على كميات كبيرة جدا من زادهم التي يتزودون بها خلال الشهر، حتى لا يضطروا مرة أخرى إلى الذهاب للأسواق أو محاولة الخروج المستمر، وقد يكون فيه صعوبة مع الصوم. وبالتالي شهر رمضان الاستعداد له كما تفضلت، الرجال مهمتهم هو طبعا الاتيان بكل ما يتطلبه من استعدادات، والنساء بعد ذلك طبعا يدخلن في التجهيزات المطلوبة في هذا الجانب. وبالتالي ما قبل رمضان أعتقد أنه مساحات كبيرة يأخذها الاستعداد لهذا الشهر المبارك. ثم بعد ذلك إذا اقتربنا من شهر رمضان وخصوصا في مثل هذه الأيام، يبقى الناس وهم في استعداداتهم لمسألة الرؤية والانتظار لموضوع إعلان شهر رمضان. وعموما نحن طبعا هنا نتكلم عن إريتريا، درجت خلال تاريخها عموما في أنها تنتظر المملكة العربية السعودية لتعلن شهر رمضان وثبوت الشهر، ثم تبدأ بعد ذلك إدارة الإفتاء بإعلان الشهر تبعا للمملكة العربية السعودية. وهو يبدو تقارب المطالع والمدار واحد تقريبا بين المملكة العربية وبين إريتريا، وبالتالي فعلا هذا من الأشياء الحكيمة في أن الناس على الأقل تتبع فيها أرض الحرمين الشريفين مع وجود المطلع الواحد.
فيبدأ بعد ذلك الناس على كل ينتظرون الإعلان. فإذا تم الإعلان عن موضوع الشهر يدخل بعد ذلك الناس عمليا في الإطارات الشرعية. يعني مما يمكن أن نقوله في خارج الإطار الشرعي اللي هو الأطفال مثلا، مجرد ما يثبت هلال شهر رمضان ويتم الإعلان الرسمي لثبوت شهر رمضان، يبدأ الأطفال هذه يمكن في كل الأحياء، يبدأ الأطفال يأخذ الدفوف ويأخذ طبعا الجركانات ويحاول طبعا يعني ينشد الأناشيد ويلف في الأحياء. كل مجموعة من الأطفال والصبيان تبدأ في الأحياء لتشعر الناس بفرحة حلول شهر رمضان المبارك. وهذا على كل نوع من أنواع الفرحة ونوع من أنواع الاستعداد لموضوع شهر رمضان. فهذا يكون تقريبا ما بعد صلاة المغرب من اليوم الذي يتم فيه إعلان شهر رمضان المبارك، حيث نجد معظم الأطفال يقومون بذلك. أيضا هنالك أشياء تقوم بها النساء طبعا في ديارنا تحديدا، وهو أن كل امرأة أيضا عندها طريقتها من داخل البيت، تحاول أيضا أن تطرق طرقات معينة وتبدأ أيضا في إطلاق العبارات والتعبير عن مسألة الفرح بقدوم رمضان. فتلاحظ الأطفال يخرجون إلى الشوارع، والنساء كل واحدة منهن تقريبا من بيتها تحاول أيضا أن تعبر بطريقتها عن موضوع قدوم هذا الشهر واستعدادها لهذا الشهر. وطبعا منهم من أيضا يحاول أن يتعامل مع الموضوع بزوايا شرعية، فإذا رأى الإنسان الهلال فيقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وهكذا في الليلة الأولى يبدأ الناس في مسألة الآن الاستعداد، وهو مسألة النية المباشرة لصوم رمضان. وهنا طبعا لا بد أن ننبه الناس إلى أن النية عموما إما أن الإنسان يجددها يوميا وهذا هو الأفضل، وإما أنه ينويها نية كاملة إذا لم يكن هنالك سفر أو انقطاع، وهو رأي المالكية عموما. فإن الإنسان ينوي صيام شهر رمضان كاملا دون أي انقطاع، فيبدأ بعد ذلك الإنسان يبيت ليلته هذه ليكون إن شاء الله مع صلاة الفجر أو ما قبل صلاة الفجر عند السحور ليقوم ويتناول سحوره ويأخذ ما كتب الله له. ثم في هذه الليلة الأولى أيضا يدخلون في موضوع التراويح. وهنا نلاحظ بأن التراويح عموما هي حالة تشمل العالم الإسلامي كله، فهنالك المساجد الكبيرة وهنالك المساجد أيضا أو المصليات الصغيرة، والناس على كل في القرى يلتزمون بالمصليات الصغيرة، وفي المدن الكبيرة يلتزمون بالمساجد الكبيرة، ويدخلون منذ ليلتهم الأولى في موضوع التراويح. وطبعا تتفاوت عموما الناس في موضوع التراويح، منهم من يصلي أكثر من 20 ركعة ومنهم من يصلي 11 ركعة. طيب دكتور حسن سلمان جزاك الله خيرا. طبعا شعبنا الإريتري من الشعوب التي حقيقة تتمتع بالهمة العالية، فهو شعب يصوم وينزل في الصباح الباكر إلى عمله ويؤدي عمله وحياته الطبيعية كما كأنه مفطر، ويبذل قصارى جهده في هذا المجال، ويعود إلى بيته قريب الإفطار ويفطر. لو تحدثنا عن بعض الأطعمة التي يفطر عليها شعبنا الإريتري ومدى تمسكه بالسنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم دكتور حسن أنه كان يفطر على رطبات أو على تميرات، فإن لم يجد لا رطب ولا تمر حسى حسوات من ماء. شعبنا الإريتري على ماذا يفطر الدكتور حسن؟ نعم، حقيقة بالنسبة للشعب الإريتري يتفاوت أو يختلف كما إن صح التعبير، يعني يختلف من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى أخرى. ربما ظاهرة التمر قد تكون والله مشتهرة أو موجودة في المدن، لكن في الأرياف قد لا يكون هنالك اهتمام بهذا الموضوع بشكل كبير، قدر ما يركزون على أنه والله يعني يوفروا موضوع الماء والحليب واللقمة أيا كانت. طبعا اللقمة منهم من يستخدم فيها الحليب ومنهم من يستخدم فيها البامية والويكة والأشياء هذه. وأيضا عندنا موضوع المياه باختلاف أنواعها، وخصوصا من تأثر بالسودان عندك موضوع المياه طبعا بتنوعها. إخواننا في السودان طبعا بارعين في موضوع المياه وتشكيل وتنويع المياه. وفي إريتريا عندنا برضو موضوع الأبعكة طبعا من الأشياء المهمة عندهم في الإفطار وتحضيرها. وكذلك عندك موضوع القهوة
وبأنواعها المختلفة. هذه برضو تكون مصاحبة في الإفطار. الجبنة، نعم، الجبنة وما فيها من مراسم، طبعا خصوصا في المرتفعات مراسم الجبنة مختلفة عن المنخفضات بشكل كبير يعني. تمام. فعلى كل هذه كلها موجودة، يعني كلها موجودة. ومنهم من أيضا في المرتفعات عندك مثلا قد تكون الطعام برضو فيه نوع من الاختلاف عن المنخفضات. طيب دكتور حسن، فاصل، سنعود عليك نواصل عملية الإفطار في شهر رمضان. هل كان شعبنا الإريتري يفطر في المساجد أم يفطر في البيوت؟ فاصل ثم نعود إليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تعلن شبكة سلام الإعلامية عن إتاحة الفرصة للإعلان من خلال منصاتها للمؤسسات والمنظمات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك مجانا، وتخفيض 50% للشركات الاستثمارية التجارية. بادر بالحجز الآن. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. يا كارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا في حديث ماتع عن أحوال بلاد إريتريا فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك. وقفنا مع شيخنا ودكتورنا الغالي في وقت الإفطار. أين يفطر شعبنا الإريتري؟ طبعا نحن نتحدث عن الشعب الإريتري ككل من حيث الموقع، المنخفضات والمرتفعات أعتقد هناك خلاف. نستمع الآن إلى حديث ماتع إن شاء الله مع الدكتور حسن. تفضل دكتور. طيب، على كل بالنسبة للإفطارات زي ما ذكرت، يعني الإفطارات بشكل عام الإفطار الجماعي موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في المساجد الكبيرة دائما ما يكون فيها الإفطارات. وحتى لو لم يكن هنالك مساجد فنلاحظ بأن ظواهر الإفطار الجماعي على مستوى الأحياء، على مستوى الأرياف، حتى على مستوى الأسر. يعني إذا لم يكن هنالك إفطار جماعي خارجي فإننا نلاحظ دائما الجيران ما يجتمعون ويحاولوا أن يأتوا بما لديهم حتى يستطيعوا يأكلوا مع بعضهم البعض، النساء مع بعض والرجال كذلك مع بعضهم البعض. فموضوع الإفطار الجماعي هذا موجود، وكحالة عموما عامة في إريتريا موجودة، مع التفاوت طبعا زي ما ذكرت يعني. نعم. طيب، فيما يتعلق ذكرتم دكتور حسن سلمان صلاة التراويح منذ مئات السنين، وشعبنا الإريتري ضمن بقية المسلمين ومحافظ عليها لشرعيتها وثبوتها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نلاحظ، هل المساجد التي تصلي صلاة التراويح هل هي على السنة؟ توجيهكم في ذلك. على كل فيما يتعلق بموضوع التراويح يعني ربما يكون هنالك إشكال خاصة من حيث الصفة والهيئة، ليس من حيث العدد. من حيث العدد المسألة قد تكون محتملة، فمن صلى 11 ركعة فله في ذلك هدي، ومن زاد على ذلك أيضا فهي المسألة ليست محل إنكار، لأن هنالك كثير من السلف أورد على كل الزيادة على 11 ركعة، وخصوصا إذا لم تكن الركعات على هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نلاحظ عموما خصوصا في المساجد اللي أقدر أقول المساجد اللي عنايتها بالسنة، عنايتها بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ودائما ما ترفع شعار التيسير، هذه المساجد للأسف الشديد دائما ما نلاحظ صلاة التراويح فيها تتحول إلى نوع من أشبه إلى نمط عادي، يعني لا يشعر فيها الإنسان براحة القراءة، بمتعة القراءة، ولا يشعر فيها بهدوء الركوع والسجود ودعاء الله سبحانه وتعالى. فعموما هذه المسألة تحتاج حقيقة إلى تنبيه من الأئمة والدعاة والأوقاف كذلك، إدارة الشؤون الدينية والفتوى، يحتاج أن ينبهوا الأئمة إلى أن أقل شيء بغض النظر صلوا 11 ركعة أو صلوا 20 ركعة، لا بد أن يكون في مساحة للقراءة، يكون في هدوء في الركوع، يكون في هدوء في السجود،
أو اطمئنان بالمصطلح الشرعي، أن يطمئن الإنسان في ركوعه، وأن يطمئن في سجوده، وأن يطمئن في قيامه. هذه مسائل على كل نحتاج أن ننبه إليها، وخصوصا في السنوات السابقة ربما قبل ظهور الحالة العلمية في إريتريا الناس كانت حقيقة السرعة هي الغالبة في موضوع الصلاة، وبالتالي كان يخرج الناس عن الهيئة الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة معينة نقلت إلينا، وقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكتب الفقه بفضل الله مليئة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في طولها، في هدوئها، في اطمئنانه عليه الصلاة والسلام، في القراءة كذلك. ونحن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يصلي 11 ركعة سواء في رمضان وفي غير رمضان، ما كانت تختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في رمضان يطيل أكثر مما يطيل في بقية أيام السنة. فعموما هذه المسألة تحتاج إلى تنبيه، وخصوصا الدعاة مسؤوليتهم في هذا الاتجاه كبيرة، وكذلك الإدارات الدينية مسؤولة عن هذا الموضوع. طيب، ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال الناس أو لا تزال أمتي في خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لو يحدثنا شخصكم الكريم عن ماهية هذه الخيرية، كيف يكون هناك خير كبير في عملية فقط أننا نعجل في الفطر ونتناول الأطعمة التي هي من صالحنا، ونؤخر السحور الذي فيه الخير والبركة؟ وحقيقة ما الرابط بين هذين الأمرين؟ أحسنت، جزاك الله خير. هو مسألة لا بد أن نراعي أن يعني هذا الحديث سبحان الله كثيرا ما يستوقفني في النظر إلى مقصد التيسير في الصيام. طبعا يمكن للناس سبحان الله أن ينظروا إلى الصيام بأن والله فيه تعسير، يمكن بعض الناس أن ينظروا إلى أنه فيه مشقة، فيه عسر، فيه كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبالتالي ليس مقصودا أن الإنسان يعذب نفسه أو يتعبها أو يرهقها أو يعني يوقعها في المهالك، ليس هذا هو المقصود. ويظهر هذا الموضوع الآن في هذين الأمرين، نقطة البداية في الصوم ونقطة النهاية فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس أن والله ما يأتي الإنسان الساعة 12 أو الساعة 1 ويسحر وينوم، لأن هنالك ساعات طويلة يعني ما بين السحور اللي أنت الآن استحرته وما بين السحور الشرعي اللي هو أخره إلى ما قبل طلوع الفجر بدقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروا السحور، بمعنى لا تعجلوه في منتصف الليل ولو كان قليلا، لكن أخره إلى وقت السحر، ويعني ما قبل طلوع الفجر الصادق. وكذلك بالنسبة للإفطار، بعض الناس يتنطعون ويتشددون ولا يحاولوا أن يفطروا مع غروب الشمس. هذه على كل هذه ظواهر التنطع في التعبد وفي الشعائر واردة في كل الأمور. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يربط خيرية هذه الأمة بهديه عليه الصلاة والسلام بالالتزام والتقيد في البداية وكذلك في النهاية، فلا يؤخر الإنسان مثلا الإفطار لدرجة أنه تظلم عليه، حتى بعض الطوائف طبعا تنتظر حتى طلوع النجوم في السماء، وهذا كله ليس من الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم شيخ حسن. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر أو يتسحر عفوا في آخر ثلث الليل الأخير، حينما يبقى على طلوع الفجر قدر 50 آية كما ورد وصح عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يعني يقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فما سحور شعبنا الإريتري؟ يعني مع اختلاف المواقع ماذا يتسحرون؟ هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سحوره بالتمر، وكذلك في تأخيره للسحور أيضا، وقوله البركة. ما هذه البركة؟ ماذا تعني؟ هل هي بركة في العمر أم بركة في الصحة أم بركة في المال أم ما هي هذه البركة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. على كل، بالنسبة لموضوع السحور، طريقة تعاطي شعبنا مع موضوع السحور قد لا يكون بالتمرات أو بمسألة التمر.
يعني السحور حقيقة في بعض المجتمعات في إريتريا هو عبارة عن وجبة متكاملة، وتقوم النساء عندنا مثلا في الأرياف تقوم وقت مبكر جدا يعني قبل الفجر، وتعمل العصيدة وتعمل اللقمة وتجهز يعني أكلة كاملة، وجبة كاملة. فليست القضية هنا في الحالة الإريترية موضوع التمرات، يعني موضوع التمر قد يكون قليل جدا في المجتمع، هي وجبة متكاملة لأنهم يتقوون بها في سائر نهارهم. وهو المقصود عموما. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أشار إلى التمر، والتمر كان متاح في عهده عليه الصلاة والسلام، ومادة التمر عموما بما فيها من السكر وغيره تغطي جزء كبير جدا من احتياجات الإنسان خلال النهار. وهذا ملموس سبحان الله، يعني يلمسه كل إنسان، من تسحر ومن لم يتسحر يلحظ هذا اليوم الإنسان سبحان الله الفرق الكبير بين اليوم الذي تسحر فيه واليوم الذي لم يتسحر فيه. سبحان الله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل دل على موضوع التمر، ولكنه الناس قد لا يكون فقط موضوعهم التمر، ويتوقف على كل الأمر على وجبة العشاء وإلى أي مدى كانت متأخرة وكانت أيضا ثقيلة أم خفيفة. فبعض الناس يمكن أن يكتفي بكوب من الحليب، وهذه موضوع الحليب عندنا طعم منتشر، وكثير من الناس يمكن تتسحر بالحليب، ومنهم من يكتفي بالحليب مع أيضا وجبة طعام متكاملة. ولكن ما يهمنا فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعلى كل لفظة البركة هي عامة، يعني لا أستطيع الآن أن أخصها بشيء، ولكن أقل مستوى يمكن أن يحتملها أو تحتملها الحالة هو البركة خلال اليوم، البركة في قوة الإنسان، في تماسك الإنسان، في صمود الإنسان خلال يومه. أقل ما يمكن أن يتحقق من بركة في السحور هو استقواء الإنسان بما أكله في سحوره طوال هذا اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في وجبة السحور بما يجعلها ممتدة معه طوال اليوم. ويمكن أن تكون أبعد من ذلك، بحيث والله لو قصد الإنسان السحور لتلمس البركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيكون له بركة في قوته، وبركة في قوته وفي وقته وفي عمله وفي جهده وفي يومه. هذا كله يمكن أن يشمله إن شاء الله موضوع البركة. ونحن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى في حديث من الأحاديث يقول: بورك لأمتي في بكورها. والبكور هنا سواء كان بكورا ما بعد الفجر أو بكور حتى عند السحر، فإن هذا البكور فيه بركة. وإذا الإنسان تناول هذه الوجبة عموما في هذا التوقيت إن شاء الله ينال بركة البكور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم شيخ حسن، جزاكم الله خيرا. أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ونحن اليوم في إريتريا كنا نواجه مرضا عضالا خطيرا يسمى كورونا، قد عطل حقيقة الحركة، وإن كانت الآن قد فتحت الحمد لله، وأصبحت الباصات والمواصلات تتواصل، وفتح أيضا الطيران، إلا أن الشعب الإريتري مضى عليه قرابة السنة وهو يمر بحالة حقيقة، حالة من الفاقة والتعب، وحالة من الحاجة والعوز. توجيهكم لشعبنا الإريتري، للمقتدرين وذوي اليسار المتواجدين في داخل إريتريا أو الذين يعيشون في الخارج، ما هي توجيه؟ كما لا ننسى إخواننا المتواجدين في مخيمات المهاجرين، سواء كان في السودان أو في أثيوبيا أو في جيبوتي أو في اليمن أو في كل مكان، في كل مكان يتواجد فيه إريتريين ذوي الحاجة، سواء كان الذين يعيشون في دول الخليج أو الذين يعيشون في تركيا وأوروبا وغيرها. كل من هو محتاج، فما هو واجب المسلم المقتدر تجاهه؟ حدثونا عن هذا، جزاكم الله خير شيخ حسن. بارك الله فيك. على كل سبحان الله، صفة الجود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي صفة متأصلة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جواد، حتى عندما تأتيه سبحان الله أموال الغنائم وأموال الصدقات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ليلته إلا وقد وزعها جميعا، يعني أعطى كل ذي حق حقه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق كل ما يأتيه، لدرجة أنه لا يبقى له في بيته شيء عليه الصلاة والسلام. فجود النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا من أراد أن يقتدي به فهو طبعا ساحة واسعة، وللإنسان أن يتسابق في هذا المضمار العظيم، مضمار الجود، مضمار الكرم.
ولكن الجود والكرم تزداد أهميته وتزداد يعني مكانته عندما تكون الحاجة كثيرة والحاجة ماسة. ونحن في مجتمعات سواء كانت والله فيها كورونا أو ما فيها كورونا، فإن مجتمعنا الإريتري ضمن المجتمعات التي تصنف أنها مجتمعات فقيرة، في كل الأحوال هي مجتمعات فقيرة، وبالتالي يتضمن أهل الداخل أن يتضافروا فيما بينهم، وأن يتفقدوا فقراءهم ويتفقدوا أيتامهم ويتفقدوا أسر المعتقلين ويتفقدوا أسر الشهداء، وأن يتفقدوا ويتحسسوا أحوالهم بشكل عام. هذه على كل مسألة مهمة جدا خصوصا في رمضان. ويلزم كذلك أهل المال وأهل اليسار وأهل الإنفاق عليهم أيضا أن يستفيدوا من شهر رمضان لإخراج زكواتهم. يعني هنالك بعض الناس قد يجعل توقيت الصدقات أو توقيت الزكاة في شهر رمضان، ومنهم من يجعلها في الحج. لكن لو افترضنا أن الإنسان عنده زكاة فيمكن أن يقدم أقل شيء بعضها في هذا الشهر المبارك. وكذلك ظاهرة الإفطار، إفطار الصائم، أيضا من القضايا من القضايا المهمة جدا التي لا بد من الالتفات والانتباه إليها. وهنا أيضا أنبه الإخوة الذين هم في خارج إريتريا، وخصوصا ممن ينتسبون إلى قرى من قرى إريتريا أو إلى مدينة من المدن وهم يشكلون تجمعات هنا وهناك، ليتهم أيضا يجعلون بعض الأموال التي تجمع إن شاء الله لإرسالها إلى أهليهم وذويهم، ويخصصون هذا الموضوع لإفطار شهر رمضان. لأنه حقيقة ليست القضية فقط الحاجة. أنا في رأيي مطلوب أن نحول شهر رمضان إلى شهر للتكاتف وشهر للتضامن وشهر للمحبة وشهر لإظهار شعيرة الصيام، هذه الشعيرة العظيمة. لأنه سبحان الله بعض الناس تشده هذه المسائل حتى من غير المسلمين، إذا رأوا المسلمين في تكاتفهم وتراحمهم ومحبتهم وبذل جهودهم مع بعضهم البعض، فإن في ذلك دعوة صريحة لغير المسلمين أن يكونوا أيضا جزءا من هذا الدين العظيم. للأسف الشديد الناس نتيجة الخصومات، نتيجة الصراعات السياسية، كثيرا ما يحجب الخصومات حقيقة هذا الدين، وبالتالي لا ينظر الناس غير المسلمين لا ينظرون إلى جمال هذا الدين وعظمة هذا الدين. عموما شهر رمضان من الأشهر العظيمة التي نحتاج أن نبرز فيها هذا الوجه. كذلك أيضا المنظمات الخيرية أتمنى أيضا أن يلتفتوا إلى مخيمات اللاجئين. واليوم مخيمات اللاجئين هي من أكثر المخيمات من أكثرهم حاجة إلى موضوع إفطار الصائم، إلى موضوع الزكوات، إلى موضوع زكاة الفطر. هذه كلها على كل يحتاجها شعبنا، سواء في السودان، سواء في اليمن، سواء في أثيوبيا. وندرك نحن الآن كل هذه المناطق تعاني معاناة كبيرة جدا، سواء بمشكلات في تلك البلدان أو بالفقر والعوز الذي أيضا يعني هو متواجد في هذه المخيمات. فعموما نناشد الجميع بأن نجعل من هذا الشهر المبارك يجعل كل واحد منا نصيبا للإنفاق في سبيل الله ولإطعام وللمساعدة وللوقوف مع المحتاجين، فإن هذا مما يرضى الله تبارك وتعالى به عنا، ونحن أيضا محتاجين لذلك. مش الفقراء المحتاجين، الأغنياء والموسرين يعني عندهم أموال هم محتاجين. يعني أنت محتاج إلى هذه الصدقة في يوم ستبحث عن ما يرجح لك كفة الميزان. والله لا يدري أحدنا هل والله سيرجح كفة الميزان عند الله بإطعام تطعمه ليتيم، أو بكسوة تكسوها لعاري، أو بإعانة تعينها لأسرة فقيرة، ما تعرف أين المرجح. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نجعل من شهر رمضان مساحة للسباق ومساحة للتقرب ومساحة للمنافسة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخ حسن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمسلم الصائم قوله: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، أو فليقل إني امرؤ صائم. ونحن باعتبارنا نعيش في إريتريا ويعيش معنا من المسيحيين والنصارى وأصحاب الأديان الأخرى، كيف ترى أن يكون أخلاق المسلم وهو في رمضان صائم، وقد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه أن يكون ذا خلق عظيم مطبقا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. توجيهكم لشعبنا الإريتري
حول هذا الموضوع؟ وهل ممكن أن يكون رمضان فرصة لإبراز الأخلاق الطيبة ودعوة غير المسلمين؟ حدثونا حول هذا. بارك الله فيك. حقيقة ما تكلمت عنه هو مقصود الصيام. يعني مقصود الصيام باختصار شديد هو تقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى في حقيقتها هي عدم تجاوز الحدود والتزام الحقوق والقيام بها ومخافة الله عز وجل في كل ذلك. فلا يمكن لشخص يصوم ويلتزم بأوامر الله في الصوم يترك شهوته ويترك طعامه ويترك شرابه، ولكن يصعب عليه أن يترك الإساءة ويترك الشتائم ويترك سوء الخلق، يصعب عليه. هذه إشكالية كبيرة جدا. فالصيام أنا ذكرت بأنه يندرج في باب الصبر، يعني الصيام يندرج في باب الصبر، والصلاة تندرج في باب الذكر، أقم الصلاة لذكري. فهنا نلاحظ الصوم يعلمنا كيف نصبر عن الجوع، كيف نصبر عن العطش، كيف نصبر عن الشهوات، وكيف نصبر كذلك عمن أساء إلينا. فالصيام حقيقة يربينا على الأخلاق ويربينا على التقوى، وحقيقة التقوى أن تترك العدوان، حقيقة التقوى أن تترك العدوان كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل الإثم في مقابل البر وجعل التقوى في مقابل العدوان، فكأنما من اعتدى على الناس لم يتق الله سبحانه وتعالى. ما اتقيت الله معناها ما كان الصيام قد أدى نتيجته المطلوبة. وأنت في الصيام مطالب بأن تبرز في أحسن وجه وأن تظهر بأحسن وجه، مما يؤدي أنك والله تركت العدوان. وهنالك طبعا مساحات التقوى كثيرة ويمكن فصلتها في بعض البرامج: تقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان، لكن أقل مستوى يفترض أن تحققه في ذلك هو تقوى الإسلام، بمعنى أنك والله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أو المسلم من سلم المسلمون، أو في حديث من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم أو على أموالهم وعلى أنفسهم. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا الأمور بنتائجها. فالآن لو قيل للإنسان ما هو الإسلام، يقول لك والله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول والله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو سلم الناس من لسانه ويده، فدل ذلك على لوازم الإسلام. بمجرد أن صرت مسلما يفترض أن يسلم الناس من لسانك، يسلم الناس من يدك، يسلم الناس من بطشك، يسلم الناس من ظلمك. فهذه تقريبا إن شاء الله من الأشياء المهمة جدا. وكما تفضلت يمكن للمسلم بحسن أخلاقه وبحسن سمته وبحسن تدينه وبحسن خوفه من الله يعرض الإسلام ويظهر الناس فعلا أن هنالك ما يجذب في هذا الدين، وأن المسلم بأخلاقه يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن ندرك أن كثير من المجتمعات المسلمة ما فتحت بالسيف ولا فتحت بالفتوحات الجهادية، ولكنها فتحت بالتجار وفتحت بالذين كانوا يتحركون بأخلاقهم في معاملاتهم. فكما تفضلت الصيام ساحة كبيرة جدا للدعوة إلى الله بالأخلاق وإظهار هذا الدين على أجمل وجه، وحينها إن شاء الله سنكون مأجورين في صيامنا ومأجورين في أخلاقنا التي تسببت في أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم دكتور حسن سلمان، كنتم معنا من خارج الاستوديو في برنامج في برنامج قضايا إريتريا، وكانت اليوم برنامجنا حول كيفية استقبال الشهر رمضاني في إريتريا. مشاهدي الأكارم، انتهى بنا الوقت في هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا. كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة الصادقة واستغلال مثل هذه الفرص الربانية العظيمة، وأن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، فهي فرصة كبيرة جدا. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الكريم كما يقول العلماء أوسطه أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم مشاهدي الأكارم أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليهم. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على هذا البيان الماتع الجميل، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم، وحتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب